تعالوا بينا بأقل إمكانيات نعمل أحلى حلويات. شايفين اللي قدامكم دي صوابع زينبو. صوابع زينب. كل سنة وانتم طيبين. عملناها النهاردة بكل سهولة في البيت بمقادير سهلة جدا وبسيطة. والله حرفيا هتطلع أحلى من بتاعة بره، هتطلع هشة كمان ومش مكتومة، وبالطريقة اللي انتوا شايفينها دي تحفة جدا. وكمان هعلمك ازاي تظبطي الشربات بتاعها. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا اول حاجة بولة، تمام. عندي كوبايتين دقيق متعدد الاستخدام، يكون نظيف يعني، تمام. حطينا كوبايتين دقيق ابيض، عليهم كوباية من دقيق السميد، تمام كده. بصوا انا كان عندي سميد البسبوسة ده، جيت احط منه لقيت عندي دقيق سميد عادي سايب، فاستخدمت دقيق السميد السايب ورجعت كيس دقيق البسبوسة ده، تمام. دلوقتي هحط كوباية على كوبايتين الدقيق الابيض، يبقى معانا كوبايتين دقيق ابيض عليهم كوبايتين، قصدي كوباية سميد. حطيت معلقة ممسوحة من الخميرة الفورية، عليها معلقة كبيرة من جوز الهند ورشة ملح، وحطينا باكت من الفانيليا. بس كده، هي دي كل مقاديرك، تمام. ننزل هنا بقى بالسوائل، نص كوباية زيت، وبعد كده نفركهم كويس، نقلبهم نبستهم كويس، ونبدأ نعجن بشوية مية دافية. بس الأول عايزة أخلي الدقيق اللي عندي مع الزيت كل ده يتغلغل مع بعضه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. أيوة. بعد كده هبدأ أعجن بمية. أنا عجنت بمية عادية جدا من الحنفية. ننزل بشقشاق شقشاق. لقيتي مثلا العجينة بتلزق معاكي، روحوا رشلها معلقة دقيق أبيض، تمام. نعجن كويس جدا. شايفين العجينة؟ اللهم بارك، البولة بتاعتي نظيفة، العجينة اتلمت. اللي أنا قلته لكم ده مقدار، حابين تزودوا حابين تنقصوا براحتكم، تمام. دلوقتي بقى بنشكلها زي صباع الكفتة، وبجيب ظهر مصفى بلاستيك او ظهر مصفى سلك، ما كانش عندي الا المصافي دي صراحه، وبدات ان انا الفها عليها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي عشان اخد الشكل بتاعت بره. بصوا بصبع كده زي صباع الكفته الصغير، وبروح مدياها مدياها الرسمه عشان تطبع لي الشكل. اي نعم، المصفى عندي كان شكلها ضعيف يعني، ما معرفش ليه ما ادتنيش شكل البرزه، ولكن والله العظيم طلعت احلى من بتاعه بره. حرفيا العجينه بتاعتها جميله جدا، الطعم جميل جدا. طبعا انا كنت مجهزه الشربات بتاعها. الشربات بتاعها حوالي، قصدي عباره عن كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، يعني سيرم كده وسط، لا هو تقيل ولا خفيف. كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، حطيناهم يغلوا على النار، نزلنا عليهم بمعلقه صغيره من الفانيليا ونص عصير ليمونه، يغلوا لمده 10 دقايق، وبعدين نطفي عليهم ونبردوا كده. عندك احلى سيرم او احلى شربات. هخلص كل الاشكال اللي انتوا شايفينها، هعمل الكميه كلها. هنا كنت بوريكم تشكيله تاني، يعني ممكن تمسكي العجينه تكوريها على طول على المصفى، وممكن تعمليها على ايدك زي صباع الكفته، وتروحي بقى عاملاها على ظهر المصفى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هتاخد وتطبع الشكل معاكي كده. انا عملت كل الكميه، هسيبها لحد ما تخمر حوالي نص ساعه، يعني نصبحها كده ونسيبها لحد ما تخمر. تعالوا هنا بقى عشان خاطر نجهزها ونسويها. عندي هنا الطاسه على النار، طبعا الشربات بتاعي السيرم بتاعي في الطاسه اللي جنبيها اللي هي البارده الالمونيا دي. هحط زيت يا دوبك مش غزير قوي، يا دوبك شويه زيت بس على قد الكميه اللي عندي. هسخنهم كويس قوي، واسخن الطاسه بتاعتي، وسبتها بعد ما اختمرت. وبعد كده حطيت واحده عشان اختمر الزيت سخن ولا لا. زيت سخن درجه حراره متوسطه، تمام. وبعد كده نقلي صوابع زينب الجميله بتاعتنا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. نحط في الزيت كده لحد بقى ما لونها معايا يبقى ذهبي، واول ما تطلع سخنه على طول، لسه طالعه سخنه، ننزلها في الشربات البارد.
بصوا ما شاء الله، يعني انا قلتهم على حوالي مرتين تلاتة. بصوا نقعد كده ما نقعدش نقلب فيها قوي عشان خاطر ما تتفرقش مننا في الطاسة. نقلبها كده. طبعا شايفينها بتنفش ازاي. يعني انا بعد ما صبعتها بنسيبها تختمر لان هي فيها خميرة. تمام. اهو بصوا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، اول ما تاخد اللون الذهبي ببدأ ان انا اقلبها احركها. بصوا اللون الذهبي الكريسبي اللي خدته ده. هغمق اللون شوية تاني عن كده وهبدأ اطلعها في الشربات البارد. بصوا حاطة الشربات جنبي على طول. شربات كوبايتين ونص، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية وعليهم فانيليا ونص ليمونة. تمام. اهو بطلع اهو صوابع زينب وببدأ ان انا احطها في الشربات. بصوا اسقسقها في الشربات كويس قوي كده وابدأ اعمل الكمية اللي بعديها. هقلي باقي الكمية كده. يلا ادعوا لنا عقبال بقى ما اعمل معاكم بلح الشام. بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ما شاء الله مقادير مظبوطة جدا، اللهم بارك يا رب. دلوقتي بقى انا بدأت ان انا ارصها وبفضي السيرم عشان الشوية اللي هيطلعوا بعديها غطسهم في نفس السيرم. ايوه كده. اول ما ياخدوا اللون الذهبي الحلو ده بروح مطلعاها في السيرم بتاعي. وكده جاهزة عندي احلى صوابع زينب بأقل امكانيات وبأبسط مقادير. عملنا الطبق الكبير المليان الحلو ده. يأكل عيلة ما شاء الله. طعم احلى من بره، هشة جدا ومش مكتومة. هنعوز تاني احسن من كده؟ كل اللي انا عاوزاه منكم بقى انكم تشتركوا معايا في قناتي على اليوتيوب طبخ ومعلومات مفيدة مع هدير، وما تنسوش متابعة الفيسبوك. بحبكم يا احلى متابعين في الله. كل سنة وانتم طيبين وربنا يحسن ما بين ايديكم.